عايز اتنقل من حالة النكد المائي والعجز القومي اللي احنا اتكلمنا فيها في موضوع المية، الى ان انا افكركم ان النهارده 27 يونيو. حد يسألني ويعني ايه 27 يونيو؟ ايه الفرق بينه وبين 28 يونيو ولا 29 يونيو او 26 يونيو؟ معرفش. الفرق النهارده بالنسبة لي فرق ضخم وهائل وفظيع ورهيب. النهارده عيد ميلاد ابراهيم الرفاعي. كويس، هتقول لي مين ابراهيم الرفاعي؟ هقول لك ابراهيم الرفاعي امير الشهداء. العميد ابراهيم الرفاعي امير الشهداء، واحد من اعظم واشرف وانبل المصريين اللي انجبوا على هذه الارض. القدوة والمثل والنموذج، البطل والمناضل. القيم والمعاني دي كلها طبعا في مصر انا اسف مضروبة بالجزمة. يعني لا احنا حابين ولا عارفين ابطالنا ولا فاكرينهم ولا بيهزوا قلبنا ولا بنعلق صورهم ولا حتى بنعرض صورهم ولا عارفين مين ابراهيم الرفاعي. ولو عملت استفتاء كده بين المصريين من ابراهيم الرفاعي نسبة مخجلة اللي هتبقى عارفه النسبة. هم طبعا يشرفني انهم يعرفوا، بس النسبة هتبقى قليلة قوي. انا مش عايز ابقى قاسي على اللي ما يعرفش ابراهيم الرفاعي، لانها كمان مش مشكلته بس، مش قضيته هو، ده قضيتنا كلنا. ابراهيم الرفاعي امير الشهداء. امير الرفاعي ابراهيم الرفاعي بعد 67 نكسة مدمرة هائلة، مصر في حالة من حالات الإهانة الحقيقية والانكسار الكبير، انتهى إلى أنه جيش مضعضع مهزوم وشعب محبط مكتئب. ونخرج ازاي من الأزمة دي واحنا بقينا أرض محتلة؟ الإسرائيليين احتلونا، الصهاينة احتلونا. نعمل ايه؟ في اللحظة دي كان لابد من حاجتين. الحاجة الأولانية انك تقول للجند المصري اللي واقف على خط النار ده انه مش مهزوم لانه مصري، لا، هو اتهزم لانه ما عندوش الامكانيات وما كانش فيه الخطة وما كانش فيه الحسبة وما كانش فيه الروح وما كانش فيه القيادة. وكان لازم تبث فيه شجاعة كبيرة وكمان تكسر حالة ان الاسرائيلي ده، الجند الاسرائيلي ده اللي ضربونا في 6 ايام. يعني عارفين طبعا حرب 67 بدأت بالضربة الجوية الاولى لاسرائيل، الضربة الجوية الاولى، الطلعة الجوية الاولى، بو 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 بو، ضربوا كل مطاراتهم، مطاراتنا اسف، المطارات المصرية وكل طيارنا المصري. 90% من الطيران المصري راح. طبعا محدش عارف مين يعني صاحب الضربة الجوية الاولى في اسرائيل، انما يعني ماشي. المهم هزمنا وانكسرنا، وكان لابد من ان احنا نستعيد هذه الروح، ان احنا نقدر نهزم اسرائيل. نقدر نهزم اسرائيل ازاي؟ ان الاسرائيلي ده نقدر نهزمه ان احنا شجعان واقوياء. فكمان يبقى لازم نواجههم، لازم نواجه، لانه ما ينفعش لو احنا سيبنا الزمن من غير ما نواجه الاسرائيليين حالا دلوقتي هتكبر الاسطوره. الضابط والعسكري المصري هيحس ان الاسرائيليين دول حاجه كبيره قوي ولا يمكن مواجهتهم. فلازم الاول نواجه، ثم عشان نسترد الكرامه بتاعتنا ومعنوياتنا، وكمان الجند المصري يسترد شجاعته ويعرف انه يقدر، نستطيع ان نفعلها، نستطيع ان نهزم اليهود، نهزم الاسرائيليين. فقال لك الامل، الشيء الوحيد اللي نقدر نعمله دلوقتي ان احنا نعمل عمليات خلف خطوط العدو. الاسرائيليين محتلين لغايه الضفه الشرقيه للقناه، وانت قاعد على الناحيه الثانيه من القناه بتشوف سيناء المحتله، وبيعملوا طبعا خط بارليف والدشم وملغمين قناه السويس. فالمطلوب انك تعمل عمليات استشهاديه او عمليات استطلاعيه او عمليات انتحاريه او غير اي حاجه. ازاي؟ انك تعبر الميه دي وتخش على القوات الاسرائيليه اللي موجوده ومعسكره وتعمل عملياتك. فانت لو نفدت من الالغام ولو نفدت من النبالم اللي يولع نار فيك انت وانت بتعبر القناه،
ولو نفدت من رشاشهم والقناصة بتاعتهم مش هتنفد من الجيش بتاعهم اللي قاعد دشم وقاعد حراسات جه إبراهيم الرفاعي. إبراهيم الرفاعي العظيم أول بطل مصري عمل فرقة مهمتها إنه يخش على خطوط الخلفية للعدو، هو واربع ضباط و40 عسكري. جابهم بقى صعيدة وبحروة، جابهم من كل حتة في مصر، جابهم من الصعقة، هو كان ضابط صعقة، علمهم ودربهم، وبقى يعمل ماكتات ديكور يعني شبه المواقع الإسرائيلية هنا في الصحراء في دهشور وفي غيرها، ويدربهم على الاقتحام، ويعلم رجالته ازاي يواجهوا الإسرائيلي، ازاي يقتلوا الإسرائيلي، ازاي يفجروا مواقع الإسرائيلي. وبدأوا يعملوا هذه العمليات كل يوم يومين ثلاثة، بينزلوا يفجروا ويضربوا ويقتلوا ويخطفوا ويجيبوا أسرى كمان، يبقوا أسرى إسرائيليين. أول عملية عملها كان اسمها عملية التمساح، من العمليات الشهيرة والعظيمة والبطولية. الحقيقة من أكتر العمليات اللي أنا شايفها عملية نادرة رائعة مشرقة رهيبة، إنه الإسرائيليين جابوا صواريخ جديدة وحطينها في مناطق في سيناء، والمصريين مش قادرين طبعا نطلع طيارات تقرب، طيارات استطلاع عشان هتتضرب، فمش عارفين ايه نوعية الصواريخ دي وايه مداها وايه قوتها. وفي نفس الوقت الجواسيس بتوعنا في اسرائيل وفي الناحية التانية ما جابلوناش معلومات عن الصواريخ دي. طب نعمل ايه؟ ابراهيم الرفاعي عمل العملية العظيمة الرائعة اللي تتدون في روايات وفي كتب وفي دواوين شعر وفي أفلام وفي مسلسلات. بالمناسبة الأديب العظيم والروائي الكبير جمال الغيطاني عامل رواية بعنوان الرفاعي عن الشهيد إبراهيم الرفاعي أمير الشهداء. عمل إيه؟ نزل هو ورجالته وأبطاله. وبالمناسبة كان في الفرقة دي طباخ من الشيراتون اتجند، يعني واحد طباخ في الشيراتون وبعدين جندوه بقى عسكري، فبقى لما راح للفرقة دي مهمته انه يطبخ له. فبعد ما بيشوفهم بقى كل يوم بينزلوا سينا وكل يوم يعبروا القناة وكل يوم يعملوا عملية فدائية وكل يوم يهزوا اليهود ويهزوا الإسرائيليين، غار اشمعنى أنا؟ يعني إيه بطبخ لكم؟ أنا مصري، أنا جندي، أنا لازم أشيل المدفع ولازم أعبر القناة ولازم أضرب الإسرائيلي ولازم أنفذ معاكم عمليات. الطباخ وعلم 4 عساكر الطبخ ونزل معاهم المعارك وبدأ ينزل معاهم ورا خطوط العدو، وكانوا مسمينه كده الاسم بتاعه الطباخ. المهم يعمل ايه؟ خد المجموعة دي إبراهيم الرفاعي، مجموعة قليلة من المجموعة العمليات اللي بينزلها، وعدوا قناة السويس بالليل وسط بقى تجاوز الألغام والنابالم، شيء رهيب، وعدى الدشم ووصل لغاية مكان الصواريخ. في اللحظة دي وزع جنوده، نزلوا فرادة، اقتحموا ورا دشم الإسرائيليين، قتلوا عساكر إسرائيليين بالخناجر عشان ما يضربوهمش بالرصاص فينتبه الكتيبة الإسرائيلية. وعمل ايه بقى إبراهيم الرفاعي؟ شال صواريخ، شال 3 صواريخ، شال الصواريخ مش صورها، خد الصواريخ على كتافهم. الفرقة دي اللي سموها فرقة 39 بعد شوية عملوا عمليات كتير قوي ونجحوا كتير قوي، لدرجة انه ضباط المخابرات العسكرية كانوا بيدوا لهم هدايا. يدوا هدية لإبراهيم الرفاعي لما يرجع، يدوا له الشريط اللي مسجلاه أجهزة التصنت المصرية على المواقع الإسرائيلية، اللي الشريط ده مليان باستغاثات وصرخات العدو الإسرائيلي. العساكر الإسرائيليين لما فجأة بيلاقوا إبراهيم الرفاعي جه وبيضرب برصاص وبيرمي القنابل في الخنادق بتاعته، بيصوتوا ويصرخوا، تلتقط الاستغاثات دي والصراخ ده أجهزة التصنت المصرية، فتتحط على شريط، فيقوم عامل له نسخة الضابط ويديها لأمير الشهداء إبراهيم الرفاعي، يقول له شوف عملت إيه في الصهاينة، شوف عملت إيه في الإسرائيليين، اسمع بنفسك وهم مفزوعين منك ومن قوتك من بطولتك من عظمتك.
من إبراهيم الرفاعي.